طيب هو مش التليفونات الهونر صيني؟ الايفون نفسه، شركة ايفون والابل لو جريت الظهر عليها من ورا هتلاقيها ميد ان تشاينا. يعني الايفون نفسها صيني، ولكن في فرق. الصيني مش اللي في دماغك انت، اللي في عقلك اللي هو المضروب اللي ملوش لازمة. لا، في حاجات صيني ولكن هي بالفعل اصلية بدرجة 100%. التركيبة بتاعتها او التكنولوجيا او التكفيل العام بتاع الموبايل نفسه ميد ان تشاينا. قطع غير معينة بنسبة 50 60% في الاجهزة، في الايفون، في السامسونج، في كل التليفونات برضو ميد ان تشاينا، ميد ان صيني. وصلك الفكرة؟ تطلع من مصانع معينة في الصين. بأكتر من 90% من أجهزة السامسونج ميد ان تشاينا، يعني صيني. ولكن التليفون طالع من الدولة دي أو من المصنع ده مكتوب عليه ميد ان تشاينا. هتلاقي فيه ميد ان ماليزيا، هتلاقي فيه ميد ان يو اس اي. كل مصنع موجود في دولة معينة بيطلع المنتج باسم الدولة اللي عليها المصنع. فهمتني؟ ولكن مش معنى كلمة ميد ان تشاينا او صيني على اي تليفون الموبايل ده خلاص مضروب. على عكس انه فعلا في تليفونات مضروبة والدنيا بايظة خالص والدنيا تمام. تحياتي ليك، بحبك.